بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يسعد مساكم يا رب بكل الخير والسعادة، اللهم امين يا رب. اخواتي حبايبي، انا النهارده حابه اعوذ بالله من كلمه انا ما نزلتش فيديو النهارده، بس حابه ناخد رايكم يعني ايه قبل ما نعمل اي حاجه وقبل ما ننجل، فقولوا لي برضو رايكم ايه. بصوا انا عندي الصاله كان عندي قطعه فيها هنوريها لكم دلوقتي، فدي كانت لما معايا يعني عاملاها زي المؤاخذه جزام، تمام. فدخلتها الاوضه لميت فيها بقى، كان حاجات عندي كراكيب والكلام ده، كتب العيال برضو حلل مش عايزاها، يعني لميت لي حبه حاجات، فرحت اشتريت دي من رنين، تمام. بصوا انا عايزه نقول لكم اهي، تقولوا لي برضو، انا بس نوريها لكم الاول بعد كده ناخد رايكم. هنا من هنا هي، تمام. بصوا زي ما انتم شايفين اهي، تمام كده اهي. هي خشب بس خشبها حلو يعني، تمام. فيها هنا درج اهي، ماشي. هي جزامه بس هنقول لكم برضو دلوقتي يعني نعمل كده ولا لا، وقولوا لي برضو انا بناخد رايكم. بصوا هنا فيها ادي ضلفه هي كلها زي ما انتم شايفين كده، كلها ضلف صغيره، تمام. فانا مفكر اعوذ بالله من كلمه، انا مفكر ان انا دي نعملها في المطبخ زي ما انتم عارفين مساحته صغيره، بس الحته القطعه اللي حطها قدام المطبخ بره اللي هي الخشب، فمنفكر ان انا هنوريكم برضو، هنقول لكم هنعمل ايه. فدي انا مفكر نخليها مطبخ، ايه رايكم؟ يعني برضو انا منشركم وانتوا قولوا لي. من هنا برضو جوه اهي، تمام. برضو دولف اهي زي ما انتم شايفين هي، تمام كده. كده الجزامه اهيت. بصوا هي المساحه اهي، وفي نفس الوقت من هنا زي ما انتم شايفين اهي مش عريضه، ده اللي مخلاني ان انا بنقول ندخلها المطبخ عليه افضل الصلاه والسلام. فقولوا لي برضو كده هنا اهيت، ماشي. تعالوا بقى هنوريكم اللي هي القطعه. بصوا القطعه ديت اللي انا بنقول لكم عليها، اعوذ بالله من كلمتين. طبعا لسه هنوضب وكده زي ما متفقه معاكم، هننضف الشقه ان شاء الله يا رب باذن الله. القطعه ديت تمام، دي بتاعت المطبخ الاساسي، تمام كده، وعريضه يعني هي زي ما انتم شايفينها كده، بنصور لكم عليها هي عريضه اهي، تمام كده. دي بتاعت المطبخ هي الاساسي، بس انتوا زي ما انتم عارفين المطبخ مطلعاها عشان المطبخ مساحته صغيره، خلاص. يبقى ديت بتاعت دي المطبخ الاساسي اللي عندي. فانا مفكره اعوذ بالله من كلمه انا نجيب اللي هي الجزامه اللي بره نخليها هنا ونجيب لها رخامه اكنها اكنها مطبخ، ودي هندخلها بقى مطرح دي اللي هي كانت عندي في الصاله، اللي بقول لكم لما لي حاجات كتير جدا اهي. فانا مفكر ان دي نطلعها مكانها، تمام، عشان ديت يعني منها ترابيزه ومنها جزامه، وفي نفس الوقت ماشيه مع الصاله، ماشيه مع الحاجات اللي في الصاله، تمام كده. فانا مفكر ان انا نطلع ديت في الصاله، خلاص كده. مفكر ان انا نطلع دي في الصاله اهي، والقطعه اللي هي اللي بره بتاعه المطبخ يعني دي تطلع الصاله، تمام. والقطعه اللي بره اللي هي بتاعه المطبخ الخشب اللي هي دي تيجي مطرحها، يعني نخلي المطبخ كده على بعضه، تمام. يعني نخلي القطعه دي مع القطعه بتاعه المطبخ الاساسيه، يبقى كده المطبخ المطبخ على بعضه، ودي تطلع في الصاله. واللي في الصاله اللي هي الجزامه اللي انا جايباها هنجيبها نحطها هنا ونجيب لها رخامه، هتبقى مطبخ، ودي تخش جوه، فاهميني؟ فانا برضو بناخد رايكم، قولوا لي نعمل كده. يعني بصوا انا عايزه اقول لكم مساحه المطبخ هي دوبك بتعديني بالعافيه، يعني بصوا الحته دي كده ما نفكرش نخش فيها اي حاجه. عارفين هي يعني هي مضايقاني شويه، بس التانية حاساها مش هتاخد لي مكان، الجزامه مش هتاخد لي مكان، واعملها رخامه نظيفه كده وتبقى مطرح دي، ودي نحطها مع قطعه المطبخ هتلم لي الخزين بتاعي والبصل والحاجات دي ومش عارفه فده كله هتلم معايا. فانا برضو منشركم زي ما انتم عارفين هي مش عريضه اهي. فالفكره دي في دماغي عشان اعوذ بالله من كلمه انا عايزه تبقى الحاجه منظمه، يعني مش عايزه مثلا الكراكيب خلاص الحمد لله مش هيبقى عندي اي حاجه خالص بره، هنلم كل حاجه بقى عندي 3 قطع خشب هم نلم فيهم اللي انا عايزاه كله. بس هل دي تنفع مطبخ؟ يعني شايفينها كده انا حاساها ان هي هيجت مطبخ من جوه، هتشيل لي حلل ماشي، يعني ممكن مثلا ديت هنحط عليها الحلل نفرشها فرشه حلوه كده، وممكن نجيب لها ورق ابيض يعني نعملها كده بمنظر ابيض حلو شيك كده،
ونحط فيها الحلل. تمام. وده هيخليها الخزين بتاعي، يعني مثلا لمكرونه، لرز، لزيت، كده يعني. والادراج هتبقى للمعالق. فقولوا لي ايه رايكم في الفكره ديت؟ يعني ان شاء الله يا رب العالمين نعمل كده ولا بس يعني ايه؟ ان شاء الله هنظبط حاجه حاجه، يعني مثلا اوضه ناخدها تنظيف عميق، بالدولاب نشوف اللي عايز يتظبط، يعني ان شاء الله كده ان شاء الله تجديدات. ومنها برضو حاجات يعني تبقى ايه، مش هنجيب حاجه مكلفه، لا من اللي في البيت برضو. فديت اللي انا جبتها النهارده، وسعرها حلو جدا وخشبها حلو. دي جايباها من رنين. تمام. الخشب بتاعها كويس، مش الخشب اللي هو تحسيه زي الصاجه ده. دي عامله 1620. بصوا ما هي انا رحت عند كام حد ان كنت هنعملها عموله، داخله في ال 4000، داخله في ال 3000. فلقيت دي خشبها عجبني، صورتها وابو ياسين وراها لواحد نجار قال له لا حلو. فدي حتى وانا بنصور حاسه انها تدي كده منظر حلو. حاساها مش كبيره. برضو فاهمين ازاي؟ يعني انا قاعده نجرب فيها كده، انتوا اخواتي وانا بنحب ناخد رايكم. فقاعده نجرب فيها التصوير، قاعده نجرب فيها، مش هتبقى عريضه، مش هتاخد مكان معايا. فانا مستنيه رايكم برضو، قولوا في التعليقات عشان انتوا المرايه بتاعتي والنور اللي بيعكس عليا. ربنا يخليكم يا رب ويديمكم نعمه في حياتي يا رب، اللهم امين. مستنيه بقى رايكم في التعليقات وقولوا لي. بسيبكم في رعايه الله. السلام عليكم.